أغلقت السلطات الأمنية هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن هذا المكان الحرم الجامعي لجامعة جورج واشنطن، حيث أقام الطلاب مخيم احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الطلاب المتواجدون داخل هذا المخيم يمكنهم الخروج ولكن لا يستطيعون العودة إلى هذا المخيم، أما الطلاب خارج هذا المخيم وكل من يريد الاعتصام فلا يستطيع الدخول بسبب الإغلاق التام الذي فرض على هذا المكان. ولكن رغم هذا الإغلاق يتواجد المتظاهرون أمام الحرم الجامعي. الهتافات لم تتوقف منذ ساعات الصباح الباكر، يطالبون بوقف العدوان على قطاع غزة، بسحب الاستثمارات من الجامعات، سحب استثمارات الجامعات من إسرائيل، وبالحرية لفلسطين وغيرها من المطالب التي يقول المتظاهرون إنها متواصلة بالرغم من هذا الإغلاق. للحديث أكثر حول هذه التظاهرات معنا هنا الأساتذة في الجامعات الذين انضموا لتظاهرات الطلاب. لو سمحتي تعرفينا عن نفسك ولماذا أنت هنا؟ اسمي روشيل ديفيس، أنا بروفيسورة بجامعة جورج تاون، وإحنا هون اليوم عشان فلسطين. أول إشي عشان يعني إحنا ضد الإبادة الجماعية اللي عم بتصير، وكمان إحنا مع الحقوق الفلسطينيين والحرية كمان. وكمان احنا عم بندافع عن حق الطلاب انه يتجمعوا مع بعض ويعبروا عن اللي داخل قلبهم. شكرا جزيلا. بروفيسورة فداء، تعرفين عن نفسك ولا ما رأيك بإغلاق الحرم الجامعي؟ أنا اسمي فداء عديلي وأنا دكتورة بجامعة جورج تاون. بالنسبة لإغلاق الجامعة، يعني الجامعة مفروض يكون مكان حر، مفروض يكون مكان للنقاش، النقاشات السياسية. تاريخيا كمان الجامعات تلعب دور مهم بالحركات السياسية وكمان بالحركات للعدالة. فأنا يعني كثير ضد الموضوع أن يسكروا جامعات أو يدخلوا شرطة أو يدخلوا جيش، وعم نشوف يعني ضغط كبير على حقوق الطلاب في البلد الآن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. وكما ترون أساتذة الجامعات ينضمون إلى الطلاب، ينتقدون هذا الإجراء من قبل السلطات ويقولون أن حق الطلاب في التظاهر مكفول في الدستور الأمريكي، ولكن أيضا الطلاب يقولون أن هذه التظاهرات لن تتوقف، ومثل هذه المخيمات التي أقيمت في الجامعات لن تتوقف طالما لم تتحقق مطالبهم بوقف العدوان على غزة ووقف لإطلاق النار وإحقاق الحقوق الفلسطينية. من الحرم الجامعي لجامعة جورج واشنطن، للتلفزيون العربي، ريما أبو حمدية، واشنطن.